بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء رب العالمين هنتكلم النهاردة في فيديو بعنوان مرتبات المبرمجين في 2026، وهعرفك إزاي تقدر تتفاوض على المرتب الخاص بيك سواء كنت فريش أو جونيور أو أيا كان خبرتك إيه هي. مبدئيا كده الفيديو ده هكلمك على مرتبات المبرمجين خصوصا مبرمجين الويب، فرونت اند باك اند او فول ستاك، وكمان هنتكلم شوية على الموبايل ديفلوبر، وهعرفك ازاي تحدد لنفسك مرتب. مبدئيا كده في بعض المواقع زي سبرنت دوت اي اي حاطه رينج للرواتب الخاصه بالديفلوبر اللي هم الفرونت اند، وبتقول ان الشخص اللي هو الفريش اللي خبرته يعتبر بدايه من شهر لحد 6 شهور الراتب بتاعه بيبدا من اول 8000 جنيه لحد 12000 جنيه. في حين ان موقع زي جلاس دور، تمام، وده موقع مشهور طبعا وبتقدر تلاقي عليه وظائف خاصه بمجال البرمجه، بيقول ان رينج الاسعار او رينج المرتبات للشخص الفريش او الجونيور بيبدا معاك من اول 10000 جنيه. طيب، عندي هنا هنقسم المرتبات بناء على الخبره وبناء على حجم الشركه وعده عوامل تانية. فعاوزك تبقى فاهم ان الكلام اللي انا هكلمك فيه مش قرآن منزل، وبيختلف من شركه للتانية بناء على حجمها وحجم السوق وبناء على خبره حضرتك، وبرضه في حاجات تانية هكلمك فيها. فلو انت شخص فرونت اند هناخدها مع بعض كده بالنسبه للفرونت اند. لو انت شخص فرونت اند فانا جاي اقول لك لو انت فريش خبرتك 6 شهور ما تشتغلش في اي شركه باقل من راتب 10000 جنيه، وخصوصا في شركات القاهره. طيب لو اتحط سعر اكتر من كده عادي، خد، وكده كده ما خلي الليميت بتاعك او خلي اقل سعر انت هتشتغل عليه هو 10000 جنيه كل شهر. طب لو انت شخص جونيور وقال لك ان الجونيور هنا هو الشخص معاه خبرة من سنة لسنتين، رينج الراتب بتاعه هيبدأ من اول كام؟ قال لك هيبدأ من اول 12000 جنيه لحد 17000 جنيه. طب الميد ليفل، بعض الشركات قالت ان الميد ليفل بيبدأ من سنتين لحد 4 سنين، يعني 4 سنين بيعتبروا برضه شخص ميد ليفل. طب الراتب بتاعه بيكون في كام؟ قال لك بداية من 18000 جنيه لحد 25000 جنيه في بعض الشركات، وفي شركات تانية بتوصل فيها لحد 32000 جنيه. الشخص السينيور وهو الشخص اللي فوق ال4 سنين بداية من 5 سنين، وده شخص الراتب بتاعه بيبدأ من أول 33000 جنيه لحد 53000 جنيه. فده مين؟ ده الشخص الفرونت اند في موقع سبرين دوت اي اي وموقع جلاس دو. طيب، انت كشخص موجود هنا في مصر في القاهرة، هقول لك نصيحتي ما تشتغلش بأقل من 10000 جنيه لو انت شخص فريش. ودايما اتكلم في النقطة اللي هي عبارة عن احتياجاتك. يعني انت دلوقتي لو عرضوا عليك 8000 جنيه وحضرتك عندك التزامات وعندك بيت ب 10000، اطلب ال 10000 وارمي الكورة في ملعب الشركة وشوفهم. وهنا العملية بتتم كتفاوض. طيب، لو انت ما عندكش اي التزامات وحابب ان انت تشتغل بالسعر ده 8000 من 10 مفيش اي مشكلة، خش وجرب وربنا يوفقك. الشخص الباك اند بيبقى اعلى شوية من الشخص الفرونت اند بحوالي 1000 2 3 في الرينج ده، مش هيزيد قوي عن كده بنفس برضه الامكانيات. طب الشخص الفول ستاك هو شخص بيقدر يشتغل فرونت اند وباك اند، بس بيركز قوي على اللوجيك اللي موجود في الباك اند، فالراتب بتاعه بيكون زيادة أكتر عن الليميت بتاع الفرونت اند بخمس 6000 جنيه. الموبايل ديفلوبر نفس الكلام. طيب، أنا عايز أكلمك ده كده رينج المرتبات اختصارا. في رواتب بتوصل ل60 و70 ألف جنيه. اه. طب إيه اللي بيخلي الشركة تشغل جونيور عندها خبرة سنة ب20000 وشركة تانية جونيور عندها ب10000 جنيه؟ إيه الفرق؟ مبدئيا كده في الشركات، كل شركة بتختلف عن الشركة التانية بناء هل الشركة دي شركة بتقدم خدمات برمجية، ولا الشركة عندها براند وعندها برودكت بتاعها هي شغالة عليه، ولا شركة السكيل بتاعها كبير جدا، او شركة ليها افرع بره مصر وفيها ناس وتيمات بره مصر وداخل مصر، ولا لا. فهنا العوامل الخاصة بالشركة وحجمها بيلعب دور اساسي برضه في وضع الرواتب الخاصة بيك. طبعا شركة كبيرة يبقى المشاريع اللي شغال عليها هتبقى كبيرة، فهتبقى محتاجة حد بإمكانيات وريكويرمنتس أعلى من الريكويرمنتس اللي موجودة داخل السوق، فبالتالي الأسعار عندها والرواتب عندها هتكون أعلى من كده. طيب، يعني إيه؟ يعني أنا عايز أجي أقول لك إن أنت ممكن تكون شغال في شركة ستارت أب عندك سنتين خبرة، تروح شركة تانية أو عندك 3 سنين
تروح شركة تانية، تمام، تلاقي نفسك أنت هناك لسه شخص junior، تمام، مستوى شخص عنده سنة، بقى لك 3 سنين شغال في شركة، عايزك تتخيل معايا كده، هتروح شركة تانية هتلاقي نفسك هناك مستواك مستوى شخص عنده سنة. ده ليه؟ لأن هنا الشركة الستارت اب أنت كنت شغال على نوعية مشاريع معينة، ما كانش فيها تشالنج، ما كانش فيها، تمام، جروث ليفل، ما كانش المستوى بتاعك بيعلى، ما كانش فيها تحديات، ما كانش فيها حاجات كتير قوي، فالمستوى الخاص بيك، تمام، ما يناسبهمش غير ان هم يحطوك في وضعية ان انت تكون شخص جونيور عنده سنة، فبالتالي هنا هتاخد الرواتب الجونيور اللي هم محددينها. يبقى انا عايزك تبقى فاهم ان الكلام والرواتب بيختلف من شركة لتانية ومن شخص للتاني. ممكن حضرتك تبقى شغال بقالك 5 سنين في شركة، بس ال5 سنين بتوعك دول انت ما اتعلمتش فيهم قد شخص شغال في شركة من الشركات الكبيرة وبيتعامل مع سكيلز او التكنيكال سكيلز ومهارات تقنية متقدمة، وبيشتغل بيها وبيستخدمها باستمرار في بايده في داخل الشركة دي، تمام، وخبرته مثلا سنتين. انت متخيل 5 سنين، تمام، وشخص سنتين، وتلاقي ان الشخص اللي عنده سنتين خبرة، تمام، مهاراته اعلى واقوى من الشخص اللي عنده 5 سنين. ليه؟ لان هنا بتختلف الشخص ده كان بيشتغل على مشاريع ايه بالظبط. ممكن انت تبقى شغال بقالك 5 سنين على مشاريع كلها ستاتيك مثلا لو انت فرونت اند مثلا، طيب الشخص التاني بيبقى شغال على حاجات فرونت اند واي ار بي سيستم، تمام، وحاجات فيها لوجيك اعلى، وفي حاجات تانية وبيعمل تيست للكود وبيستخدم مثلا يونت تيست وبيستخدم حاجات كتير وفيتشرز كتير او تكنيكال سكيلز بتاعته كبيره جدا. فبالتالي ما ينفعش اطلاقا ان انت تقارن عدد سنين الخبرة وتقول أنا عندي 5 فالمفروض آخد راتب أعلى منه إطلاقا. فكل شركة بتعين الشخص اللي قدامها بناء على السي في اللي هو بتاعه، بناء على المشاريع الخاصة بيك. طيب، يبقى أنا هنا ملخص بسيط، تمام، وسريع. لو أنت شخص فريش، تمام، ما تشتغلش بأقل من 8000 ل 10000 جنيه داخل أي شركة حتى لو ستارت أب أو شركة كبيرة، تمام. طيب لو أنت ميد ليفل، الميد ليفل في بعض الشركات من سنتين ل4 سنين، في حين ان بعض الشركات التانية بتقول على الشخص اللي 4 سنين او ال3 سنين بتقول عليه سينيور. فانا قلت لك المسميات الوظيفية وعدد سنين الخبرة بتختلف بناء على حجم الشركة وبناء على ايه نوعية المشاريع اللي هي شغالة عليها. طيب لو انت شخص ميد ليفل من سنتين ل4 سنين، انت بتتكلم هنا، تمام، في رينج مثلا من اول 15 او 17 الف جنيه وانت طالع. لو انت شخص سينيور من اول 4 سنين او 5 سنين، انت بتتكلم في رينج من فوق ال 25 او ال 30 الف وانت طالع. بعض الشركات بتحط للسينيور ال5 سنين 50 الف و60 الف، وبعض الشركات بتحط لنفس السينيور ال5 سنين 30 الف او 25 الف. فبناء على حجم الشركة، بناء على المهارات الخاصة بيك، وبناء على نوعية المشاريع اللي الشركة دي شغالة عليها والسكيل بتاعها. يبقى دي حجم المرتبات هنا حاليا في مصر. تعال نرجع للسؤال المهم، وهو ازاي ان انت تبدا تتفاوض مع الاتش ار في تحديد السعر بتاعك. او تعال انا هقول لك انا مثلا بعمل ايه. مثلا لما يجي يقول لي مثلا ايه الراتب اللي انت متوقعه، او ممكن يسالك السؤال بطريقه تانية، وهو انت كنت في الشركه القديمه كنت بتاخد كام، او انت حابب تاخد كام دلوقتي. فلو انت كنت بتاخد في الشركه القديمه ولنفترض 10، تمام، ما تجيش تقول انا كنت باخد 10، تمام، حاول دايما تزود السعر بتاعك. طب انت لو ما كنتش شغال في شركة، او كنت شغال في شركة صغيرة والشركة اللي انت فيها دلوقتي كبيرة، وهم شافوك ان انت مناسب ومش عاوز تخسر الراتب بتاعك وما تعرفش، ابدأ انت ارمي الكرة في ملعب الاتش ار. كنت انا بعمل ايه؟ بقول لهم البادجت اللي انتوا حاطينها للبوزيشن ده قد ايه. فلنفترض انا لو كنت باخد 10، او لو كنت محتاج 10، فالاتش ار بيقول لي هنا السالري او البادجت بتاعنا اللي احنا حاطينه، تمام، حوالي 25 مع بعض البنفيتس او بعض الفيتشرز التانية، المميزات التانية. طيب فانت متخيل هنا في فجوة كبيرة قوي ما بين الراتب اللي انا كنت هطلبه او اللي انا كنت باخده والراتب اللي هم حطوه. طيب ده نوع من انواع التفاوض على الراتب، فخليك دايما ذكي وابدا قول لهم انا او الراتب بتاعكم اللي انتوا هتعملوه للبوزيشن ده قد ايه. فهو هيبدا يرد عليه. فممكن الاتش ار يجي يقول لك تمام، هو كده كده الاتش ار هيجاوب عليك، بس ممكن يجي يقول لك انت محتاج كام. طب في الحاله دي هو رد لك الكره تاني، انت هتتصرف ازاي؟ دايما انت لو كنت بتاخد 10 او بتاخد 20 او بتاخد 100، ما تتكلمش في النقطه دي. دايما بص على احتياجاتك، انت محتاج كام، انت قادر تعيش بكام. نفترض ان انت راجل عندك بيت، عندك اسره، عندك حياه، تمام، احتياجاتك الشهريه 15000 جنيه مثلا، ما تروحش تطلب 12.
علشان أنت كنت بتاخد 10 فما تطلبش هنا 12. بُص على احتياجاتك الشخصية، 15 اطلب 18، اطلب 20. يبقى أنا هنا باتكلم بناءً على احتياجاتي أنا، جات، ما جاتش ما جاتش. إن جات فأنا كده قدرت إن أنا أوفّر احتياجاتي الشخصية واحتياجات بيتي تمام، من الراتب ده ومن الوظيفة دي. لو ما جاتش خلاص، يبقى أنا هنا مش هابخس نفسي تمام، ومش هاضيّع نفسي في مكان مش هيقدّرني كويس أوي. طيب، أنا عايزك برضه تبقى عارف إن بعض الشركات ممكن تحط راتب معين بس هتدّي لك مميزات تانية. إيه هي المميزات التانية؟ هيدّوا لك مثلًا تأمين صحي، هيدّوا لك تأمين على بعض الحاجات المعينة. مثلًا هيدّوا لك مميزات. يعني أنا كنت شغال في شركة موجودة في المعادي، كانوا بيعملوا إيه، كانوا بيدّوني 50% على بعض الأدوية تمام، اللي أنا كنت باشتريها من بعض الصيدليات. لو كمان في بعض المستشفيات كان في عقد ما بينهم إن في بعض الموظفين اللي شغالين في الشركة دي تمام، لو حد منهم هيضطر إن هو يكشف أو لا قدر الله هيعمل مثلا عملية أو كلام من ده، وكانت مستشفى استثماري خاص تمام، بيدفعوا 50% وأنت بتدفع 50% للمستشفى. فهنا في مميزات زي كده. في شركات تانية تيجي تقول لك أنت عندك 30 يوم أجازة في السنة آسف تمام، فأنت برضو ممكن تعمل إيه؟ أنت هنا ممكن شركات تانية تقول لك أنت عندك 45 يوم، في شركات تانية تيجي تقول لك أنت هتاخد 30 يوم وأسبوع أجازة مدفوعة تمام على حساب الشركة مثلا في مكان ما، سواء مثلا هتطلع رحلة سواء هتروح تصيف أيا كان. ففي بعض المميزات الخاصة من كل شركة للتانية. طيب، الأساسي إن أنت لازم يكون متأمن عليك تمام، طبيًا وصحيًا وتأمين معاشات، وتمضي عقد تمام أول ما تخش الشركة مباشرةً. حتة إن أنت تمضي 3 شهور ما فيش أي مشكلة، تجربهم ويجربوك عادي خالص وموجودة. أول 3 شهور من العقد بتبقى فترة تدريب وتجربة، أنت بتشوف بيئة العمل هتطبق عليها، وهم بيشوفوا المهارات بتاعتك وبيشوفوا شغلك هتمشي معاهم والّا لأ. إن شاء الله هابدأ أعمل لك سلسلة تمام تاني، وهكلمك فيها تاني عن كيفية الشغل في الشركات كفرونت اند، وازاي تأمن نفسك وتأمن حقوقك داخل الشركات تمام.